السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر النوبي. والنهاردة إن شاء الله يا أولاد هنستكمل مع الصف الثاني الإعدادي الدرس من دروس التاريخ وهو الهجرة وبناء الدولة. وزي ما تعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وكلف بالرسالة وحمل بنشر الدعوة، بدأت قريش اللي هي تبدأ تأذي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فعايزين نبدأ نعرف بقى إيه هي بداية الهجرة وكيف تم بناء الدولة. أول حاجة عايزين نعرفها إن قريش لما بدأت تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الإسلام، ورفض أيضا أهل الطائف ذلك، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر أسلوب جديد في نشر دعوته بين الناس. فبدأ يعرض على القبائل والوفود التي كانت تأتي في موسم الحج في مكة، فكان يدعوهم إلى الإسلام ويطلب منهم النصرة والمساعدة لكي تبلغ رسالة ربه ولكي يتم تبليغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى. طيب، تعال نبدأ نشوف بقى إزاي تم التمهيد للهجرة إلى يثرب اللي هي دلوقتي التقى الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج في العام 11 من البعث بستة من الرجال من أهل يثرب، فدعاهم إلى الإسلام فاستجابوا بعد أن تيقنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسمعون يا أولاد هم في يثرب إن اليهود اللي كانوا عايشين هناك كانوا دايما يتحدثون بأن في نبي سيأتي في نهاية هذه الزمن. فكانوا بيسمعوا ده في نبي. فعندما تحدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم فتيقنوا بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عادوا هؤلاء الرجال إلى يثرب يدعون قومهم إلى الإسلام. وفي العامين التاليين حدثت بيعتي العقبة الأولى والثانية. معنى كلمة البيعة هو عهد أو اتفاق يتعهد فيه الناس لشخص ما بأمر معين كالحماية أو الجهاد. يعني أنت بتعهد حد على حاجة أو تتفق معاه على حاجة. العقبة دي كانت منطقة في منى وهي قريبة من مكة، وطبعا دي لما الحجاج كل عام بيأدوا مناسك الحج بيعدوا من عليه. طيب، تعالوا نشوف بقى بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. أول حاجة التاريخ. الأولى كانت في السنة 12 من البعثة في موسم الحج. تمام؟ طيب، هنيجي نشوف أحداثها. التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بوفد من أهل يثرب وكان عددهم 12 رجل، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. وكان شروط تلك البيعة ألا يشركوا بالله، ألا يسرقن ولا يزنون ولا يقتلن أولادهم. تمام؟ طيب، نتائجها إن الرسول أرسل معهم مصعب ابن عمير لكي يعلمهم أمور دينهم، فأصبح مصعب، وده سؤال يجي لنا في الامتحان، أول سفير في الإسلام. بيعة العقبة الثانية كانت في السنة 13 من البعثة، والتقى الرسول صلى الله عليه وسلم سرا بوفد من أهل يثرب، ولكن كان عددهم تلك المرة 73 رجلا وامرأتان. طيب، شروطها أن يحموا الرسول وينصروه إن هاجر إليهم إلى يثرب. فبايعهم الرسول وقال لهم أنا منكم وأنتم مني. فأصبحت يثرب مهيئة لاستقبال الرسول والصحابة رضوان الله. الهجرة إلى يثرب. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى يثرب قائلا إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرج الكثير من المسلمين قاصدين يثرب فارين بدينهم وتاركين وراءهم أموالهم وديارهم. مؤامرة قريش ضد الرسول. أسبابه: أدركت قريش خطورة تجمع المسلمين، حسوا أن المسلمين هيبدأوا يتجمعوا ويبدأوا يزيدوا في يثرب، فسعت لمنع الرسول من الهجرة واللحاق بهم. مكان تدبيرها: اجتمع المشركين في دار الندوة حيث اجتمع زعماء قريش، وكانت الخطة إن هم ياخدوا من كل قبيلة شابا قويا ليضربوا الرسول ضربة رجل واحد بسيوفهم أثناء خروجه من بيته فيتفرق دمه بين القبائل.
ولكن علم الرسول ذلك بطبعا وحي من الله سبحانه وتعالى. وهنا سنعرف كيف خرج الرسول إلى الهجرة. أخبر أبا بكر أو أبي بكر بصحبته في الهجرة، وطلب منه إعداد راحلتين أي ناقتين للسفر، ثم استأجر دليل أمينا لكي يدلهم على الطريق، وهو عبد الله ابن أريقط، ولم يكن قد أسلم. كلف علي بن أبي طالب ابن عمه برد الأمانات إلى أصحابها. سبحان الله، على الرغم من هما بيأذوه، ولكن الأمانات اللي كان سايبينها معاه لازم يردها. سبحان الله، يعني هما كانوا عارفين النبي آمن، ولكن كان يأخذهم الكبر. ولكن ترك سيدنا علي بن أبي طالب لكي يرد الأمانات، وتركه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فانخدع المشركين. وخرج النبي من أمامهم من بيته ليلا وهم واقفون، وهو يتلو قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فلم يراه أحد منهم. واختبأ هو وصاحبه أبو بكر في غار ثور جنوب مكة 3 ليال، حيث كلف كل من عبد الله بن أبي بكر تتبع أخبار المشركين، وأسماء بنت أبي بكر بإحضار الطعام وكانت حامل، وعامر بن فهيرة برعي الأغنام حول الغار حتى يخفي آثار أقدام. وصل المشركين إلى الغار، فحفظ الله الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لدرجة يا أولاد إن أبو بكر قال: يا رسول الله، إذا نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وحفظهم الله. ثم واصلوا إلى يثرب، فاستقبل أهلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالترحاب، وبذلك نجحت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى يثرب. إيه هي عوامل نجاح خطة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة توفيق الله وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم، التخطيط الجيد للأمر، السرية التامة، اختيار القادرين على تنفيذ التخطيط. دي كانت أهم حاجة يا أولاد. ولم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة أمرا هينا على قلوبهم، فهي موطنهم وأحب البلاد إليهم، ولكنها التضحية في سبيل الدين. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ده كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو يهاجر. طيب، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. بدخول الرسول إلى يثرب أصبح للمسلمين مكان آمن يمارسون فيه شعائرهم الدينية دون خوف. فأخذ الرسول يؤسس لبناء دولة الإسلام والتي قامت على الأركان التالية. أول حاجة، بناء المسجد. أهمية المسجد: مقرا للحكم، دارا للعبادة، ومدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. وشارك الرسول أصحابه في بناء المسجد، فكان يحمل الأحجار والطوب وهو ينشد ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. صلى الله عليه وسلم. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. مهاجرين هم أهل مكة الذين خرجوا من ديارهم فرارا بدينهم إلى المدينة بهدف نشر الدعوة الإسلامية. أنصار أهل المدينة الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. أخى الرسول بين المهاجرين والأنصار ليسود الحب والأخاء والتعاون بين المسلمين. وكان الأنصار يتسابقون في تفضيل المهاجرين عليهم في بيوتهم وأموالهم، ولقد أثنى الله عليهم في كتابه:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وضع مبادئ التعايش مع الآخر، وذلك إن كان في المدينة يهود. أصبح مجتمع المدينة يضم كلا من المسلمين مهاجرين وأنصار، واليهود من بقى على دين من الأوس والخزرج، فدول كلهم كانوا موجودين في المدينة. لذلك وضع الرسول صحيفة المدينة. أراد أن يضع نظاما يحدد حقوق وواجبات كل من يقيم في المدينة، ويحدد العلاقة بين المسلمين واليهود، لأنهم كانوا أخطر فئة في المدينة بما عرف عنهم من الغدر والخيانة. لذلك وصفهم أهل المدينة بالثعالب. ليأمن شرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبينهم كتاب عرف بصحيفة المدينة، أمنهم فيها على دينهم وأموالهم ودور عبادتهم، بشرط أن يتعاون اليهود مع المسلمين في حماية المدينة من أي عدو. وبذلك انتهى الدرس، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.